نوع السعرات أهم من عدد السعرات. يعني أنا دلوقتي لو أنا جيت أخدت قطعة بيتزا هي فيها السعرات الحرارية بتاعت اليوم، هخس، بس المشكلة ان انا هجوع تاني بعد ساعة فهاكل تاني، فهيصبح عندي موضوع النهم على الاكل وشراهة الاكل هتبقى ازيد. كل ما بتدي جسمك نشويات مش نظيفة non healthy food، جسمك بيفضل يطلب تاني اكل ويفضل جعان وتفضل في نفس الدايرة وعمرك ما هتخس ابدا. فانا مش احب اهتم بعدد السعرات قد ما احب اهتم بنوع السعرات، خصوصا في الاوزان العاليه اللي هي وصلت يعني ل 300 كيلو و 400 كيلو. لا، انا عايزك تاكل الاول بس تتعود على الاكل النظيف، وبعدين ابدا احسب لك السعرات الدقيقه. حتى في الاوزان برضو اللي 190 برضو نعمل كده. تمام. انا هستفيد ايه لما انت تقعد عايش على الميه شهر كامل؟ يعني ناس بتقعد عايشة على رجيم المية ده شهر كامل، ما بتاكلش حاجة خالص، عايشة على الهواء وتخس، بس صحتها بتتدهور جدا ويجيلها انيميا ويجيلها هبوط ليه توصل لهذه المرحلة؟ يعني انت هتمارس نشاطاتك الحياتية ازاي اصلا انت مش بتاكل الوقود اللي ربنا خلقه لك عشان تاخد الطاقة؟ الدهون الصحية بتاعتك مش بتنزل لك، البروتين بتاعك مش بينزل، عضلاتك كلها هتنزل، هتخس عضلات، فحرقك هينزل في الارض، فهترجع بعد كده ما انت مسيرك هتاكل، هتروح راجع على الاكل بشراهه كبيره جدا، هتلاقي بتاكل الاخضر واليابس، وطبعا الرجيم باظ والدنيا باظت والوزن زاد كمان، يعني ازيد من المكان في الاول. ماشي. انا عايزه يعني